ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا هاجر من قناة لولي شادي. لو اول مرة تشوفيني دوسي على الاشتراك وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل حاجة. هنا بقى كنت قمت الصبح نشرت الغسيل. كان عندي غسيل كنت حاطاه في الغسالة الكبيرة كده، ورحت قلت انشره. وهنا بصوا منظر العصافير على الصبح كده، حاجة حلوة يعني. انا بحب المنظر ده قوي، مع اني بخاف منهم. مش عارفة، متهيألي ده حمام مش عصافير. احنا عندنا كذا غية في المكان اللي انا فيه، بس منظره كان حلو كده مع النهار وهو لسه طالع، والجو كان حلو وكل حاجة صافية فيه. ربنا يجعل ايامنا كلها حلوة وصافية يا رب. ودخلت عشان اعمل العشاء. كنت هتبل التتبيلة دي للعشاء بالليل، ان انا كنت نازلة. كنت جايبة نص من الكبد، كبد القوانص، كبد والقوانص، بس جايبة نص. حطيت اول حاجة كمون، وبعد كده حطيت كزبرة وملح وحبة شطة وفلفل اسود، طبعا فلفل اسود كتير. وحطيت توم، وعصرت عصرة ليمونة، اللهم صل على النبي، وصويا صوص او دبس الرمان. وهتبلها كده ومية البصل، وهدخلها التلاجة وهسيبها لغاية بالليل. وعصرة الليمونة تكون بسيطة عشان الكبدة بتتهري. وهدخلها التلاجة وهسيبها عشان هشويها بالليل. وكنت هنزل، بس كانت لازم الحاجات دي تتحضر من قبليها عشان كنت هاجي بالليل متأخر، ومش عارفة يعني هقدر اصور ولا لأ. فقلت هصور معاكم التتبيلة. طبعا انا عندي الشواية اللي هي بالكهرباء، او ممكن تدخليها الفرن براحتك اللي موجود عندك، وبتحطيها في العصيان بتاعة الشيش طاووق. بس انا برضو ما كانتش عندي المرة دي، كانت خلصت. فانا كنت فاكرة ان هي موجودة. فبتحطيها فيها وتشويها، مش عندك بتشويها عادي على الفرن. وهنا كنت حمرت البطاطس. طبعا قطعتها صوابع وحطيت معاها شطة وكمون وملح، يبقى بدربهم كده مع بعض. وهنا مكرونة سباكيتي بالصلصة، طماطم وبصل، بصلاية بنحمرها وبنحط عليها الطماطم، ملح، فلفل اسود، شطة، مكعب مرقة، سن السكر عشان الحدقان بتاع الصلصة بس. وهنا كان شكل الكبدة لما طلع. هي يا بنات، يعني انا ما خليتهاش اللي هي تشوي قوي، ان دي كبده فهتتهري مننا بسرعه. وكمان كانت قاعده في التتبيله، وحطيت عليها فلفل. وهنا كان هيثم جاي متأخر وجاب لنا معاه عصير عشان نقضي يومنا. يومنا كان بسيط خالص، وانا تعبانه ومش قادره اصور معاكم. فما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه يا بنات، اشتركوا يا ريت.